أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخوكم منشر يحييكم من جديد، وهذا الفيديو اللي كنتمنى كالعادة أنه يلقاكم في أحسن الأحوال وأسعد الأوقات. كنشكركم بزاف على التعليق الزوينة اللي كتخليونا في الفيديوهات سواء في هذه القناة أو القناة الأخرى. أيضا المشتركين الجدد اللي دخلوا فأنتم مرحب بكم في هذه القناة اللي كتسعى أن تنور المواطنين المغاربة خاصة من الناحية القانونية. السيدة دنيا باطمة والاعتقال ديالها، هنا خاصنا نوضحوا واحد المسألة، ما كنقولوش اعتقال ولكن تنقولوا تنفيذ العقوبة، لأن عندها واحد العقوبة خاصها تدوزها ولكن بالمفهوم القانوني. مشات في إحدى المساطر اللي خولها لها القانون، بداية من أن الحكم تصدر عليها في المرحلة الابتدائية، مشات للمرحلة ديال الاستئناف، من موراها مشات لمحكمة النقد اللي رفضات لها الطلب بالطعن. في هذه الحالة هذه طلب ديال الرفض كيرجع للوكيل العام لدى محكمة النقد اللي بدورته هو تيرجعو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، وهو من بعد اللي كياخذ القرار ديال تنفيذ العقوبة. كان عندها واحد الإجراء خاصها ديرو، وهي طعن بإعادة النظر، وهذا يعتبر أيضا إحدى الطرق الطعن غير العادية. ما التجأتش ليه لأن المحامي ديالها بان ليه بأن الملف ما غيجيبش نتيجة، لأن أصلا محكمة النقد هي محكمة قانون وليس محكمة موضوع، وبالتالي كتشوف واش داك الشيء طبق هو داك ولا ما طبقش هو داك، وغالبا كتكون القرارات ديالها سليمة قليل في بعض الأحيان. إذن مشى لمسطرة أخرى وهي طلب العفو الملكي. ملي كنهضروا على طلب العفو الملكي تنقولوا بأن عقوبة تتوقف إلى حين البت، واش بالرفض أو ماشي بالرفض. ولا تم الرفض، المحامي ديالها كان غيضع واحد الطلب آخر ويبقى يتسنى حتى يدوز التقادم ديال العقوبة اللي الآن منذ البداية تقريبا دازت على واحد 3 سنوات. ولكن فترة التقادم واش غنداوها من الوقيته اللي ترفض فيها القرار ديال محكمة النقد، أو غادي نبداوها منذ صدور الحكم أو بداية الدعوى العمومية؟ نقدروا نقولوا بأنها تقدر تكون منذ بداية الدعوى العمومية. لذلك 3 سنوات، بقى لها واحد السنة تقريبا أو 2 سنين، وبعد ذلك تدخل في التقادم وصافي وكتسقط عليها العقوبة. هنا غادي نبغي ندخلكم في واحد الإشكال قانوني. عندنا المادة 602 من قانون المسطرة الجنائية تتقول لك بأن العفو الملكي تيوقف لنا فقط عقوبة الإعدام. علاش كنقولوا الآن أن هذا العفو الملكي يقدر يوقف العقوبة ديال الحبس بالنسبة للسيدة دنيا باطمة؟ باش تفهموا القضية كنرجعوا لعهد الحكومات السابقة، وكان وزير العدل آنذاك اللي هو السيد بوزوبع هو اللي كان طلب من النيابة العامة على أنها توقف العقوبات اللي تيكون أصحابها حاطين طلبات ديال العفو الملكي. وفعلا غير ما مرة النيابة العامة اتخذت هذا الإجراء ومازال كتعمل به لحد الآن في بعض القضايا. ولكن واش عندها الحق أنها ترفض؟ بالفعل عندها الحق أنها ترفض. تقول لك احنا الوقيته اللي أمرنا على أننا نديروا هذا الإجراء كان عندنا واحد وزير عدل في ظل حكومة سابقة. هذا الوزير ما بقاش، الحكومة ما بقاتش، أيضا ما كاينش قانون، هو ما درش لنا واحد القانون جديد وتم التصويت عليه، فقط كان بطلب منه باعتباره وزيرا للعدل. احنا كنعرفوا على أنه بيتكون وزير عدل فتكون عنده أيضا بعض المسائل اللي متعلقة بالجانب القانوني، ويمكن أيضا في بعض الأحيان إصدار طلبات إلى النيابة العامة. ولكن في التنظيم الجديد ديال 2023 تنزل في يناير ديال هذه السنة هذه إخواني أخواتي، كانت هناك مجموعة من الحوايج اللي يتبدلوا، وخاصة فيما يتعلق بمبدأ استقلالية القضاء. ومازال يعني رجال القانون خاصة اللي متعلقين بالجسم القضائي كيحاولوا على أنهم يزيدوا أكثر أنها تخرج قوانين أخرى باش تساعد على أن القضاء يكون أكثر استقلالية. مازال عندنا في بعض الحوايج التدخلات ديال وزارة العدل، هما بغاو يفصلوا كاع نهائيا كاع بأن
بان وزير العدل تكون عنده مثلا شي حوايج وشي امور كيتدخل فيهم، صافي بغاو يديروا القضاء مستقل 100%. ملي كنهضر على مستقل 100% وكنهضر على تدخل وزاره العدل في بعض المسائل الاداريه، بغاو يخلوا كلشي الاجهزه القضائيه هي دير الخدمه ديالها. اذا اليوم كاين عندنا هذا الاشكال هذا، وهنا غادي الامر يرجع كامل للسيد وكيل العام للملك، سواء غادي يطبق ما قاله السيد بوزباع وهذا من حقه، وربما يولي واحد العرف الى استمر نبقاو غاديين عليه. حنا كنعرفوا بان العرف هما شي حوايج اللي تكون ما مكتوبينش، واشهر دوله معروفه يعني سميتو بان عندها دستور عباره عن عرف راه هي بريطانيا، وعنده ايضا الحق على انه يرفض. اذا مشات ترفض فاخواني اخواتي خاصها تمشي تدوز العقوبه ديالها بقوه القانون. غير ذلك فعدم يعني ارسالها الى الحبس، مثلا نقولوا السجن، لان احنا في اطار واحد الملف جنحي اللي انا عرفتو بانه جنحي تاديبي، ورغم ذلك خدات يعني اقل من سنتين، وهذا يعتبر يعني واحد الحكم اللي رحيم بالدرجه الاولى، لانه كون كان عندنا مثلا واحد النوع ديال الملف جنحي ضبطي يعني هي العقوبه ديالها لا تتجاوز سنتين. بالنسبه للملف جنحي تاديبي فالعقوبه كتكون ما بين 2 و5 سنوات. اذا المحامي ديالها ما عنده حتى شي حاجه من غير انه يوضع الطلب هذا. اخواني اخواتي غنتسناو بحالنا بحالكم ونشوفوا هاد الامور فين غادي تمشي. علاقة بالموضوع الآخر ديال السيد سعيد الناصري رئيس الوداد البيضاوي والتطورات ديال هذا الملف هذا، عرفتوا بأن الفيلا ديالو كنحط فيها واحد الكاميرات كيصور فيها ناس اللي في واحد الوضعية مخلة بالأدب، وان شاء الله غادي الفيديو ديال غدا باذن الله عز وجل غنزيدو نفصلوا في هذا الموضوع ايضا ديال السيد سعيد الناصري مزيان، وغنحطوا الفصول ديال المتابعه اللي باقي ما تطرقناش ليها لضيق الوقت، باقي ما خدمتش على هذا الملف هذا مزيان ان شاء الله، حيت فيه مجموعه من التهم، من غسيل الاموال، السطو على عقارات، التجار في المخدرات، ربما كاين حتى الاتجار بالبشر. يعني هذا الشيء هذا كامل بغينا فقط حتى نعرفوا الامور كيفاش تخرج من عند الصحافه، نشوف الصحافه اش غتقول باش الخبر يكون صادق. اخواني اخواتي، ولكن حنا كنعرفوا يعني سك الاتهام الان فين غادي، وحنا من غنبغيو نناقشوا هذه الامور هذه ما غنناقشوهاش انطلاقا حتى من السيد سعيد الناصري وعلاقته يعني باسكوبار الصحراء، غادي نناقشوا من واحد الزاويه مختلفه، من واحد الزاويه يعني قانونيه محضه، كيفاش قانون المسطره الجنائيه كيمشي، الفصول اللي عندنا في القانون الجنائي والعقوبات ديالها، وغنزيدو نتوسعوا اكثر. اخواني اخواتي، يعني هذا الفيديو هذا مبغيتش نطول عليكم بزاف، عطيتكم هاد المعلومات اللي كاينه بالضبط باش ما تحسوش بالملل، وغدا ان شاء الله غنعطيكم تفاصيل اخرى. كان معكم اخوكم ولد الشضمي، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.